خلص وشفنا فيه حاجات كتيرة من المسلسلات والأفلام، فأنا أتكلم عنه عامة وألخصه لكم كده وأقول لكم كل الحاجات اللي أنا شفتها ورأيي فيها. انا في الفيديو النهارده هجرب حاجه جديده. فيديو كده تجريبي، هشوف هتعجبكم الفكره دي ولا لا. بس باختصار انا هتكلم عن كل المشاريع اللي انا اتفرجت عليها في شهر يناير واللي نزلت في الشهر ده عامه من مسلسلات وافلام بشكل سريع كده. هتكلم عن كل حاجه، رايي فيها، اللي عجبني واللي ما عجبنيش، وهل الشهر كان حلو عامه بالنسبه للميديا والحاجات اللي احنا شفناها فيه ولا لا. كمان انتوا كمان تقدروا تكتبوا رأيكم في الكومنتات عن الحاجات اللي انا اتكلمت عنها. تدوني آرائكم انتوا كمان عن الحاجات اللي انتوا شفتوها. لو في حاجة انا مشوفتهاش وعايزيني اشوفها واتكلم عنها فانتوا كمان تقدروا تكتبوا ده في الكومنتات. فهو هيبقى فيديو كده عبارة عن مناقشة وتلخيص لكل الحاجات اللي انا شفتها في الشهر ده، وكل حاجة انا هتكلم عنها هحط لكم برضو اللينك بتاع المراجعات بتاعتها في الديسكريبشن، بحيث ان يكون في كلام مفصل اكتر عن الحاجات دي. فانا اتفرجت في شهر يناير على 8 افلام ومسلسلين. هتكلم كده عن كل واحد، رايي فيه، الحاجات اللي عجبتني وما عجبتنيش، وايه اللي تتفرجوا عليه، إيه اللي يستاهل وقتكم وايه اللي ما يستاهلش وقتكم بالظبط. بس قبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. طيب تعالوا نبتدي معانا بالافلام اللي انا اتفرجت عليها في شهر يناير، وهبتدي معانا بفيلم سكيناميرك. الفيلم ده فيلم رعب، نزلت له مراجعة برضو على القناة هنا، شوفوها وتعالوا شوفوا برضو الفيديو ده. الفيلم رعب كان فيه شيء من الاختلاف، مختلف من حيث التصوير، من حيث حكي القصة. فناس كتير اتكلمت عنه، ناس قالوا ده فيلم رعب مختلف، ناس قالوا ان ده فيلم رعب فيه فكرة جديدة، فيه حاجة. وكان فعلا مرعب جدا عند بعض الناس لما جم اتفرجوا عليه لأول مرة، لما جم يعملوا التست سكرينينجز بتاعة الفيلم ويجربوا الفيلم كده مع بعض. الناس منزلش يعني للعامة في السينمات كلها، فاتحمست شوية للفيلم ده، قلت اتفرج عليه اديله فرصة. وبعد كده ناس قالت ان هو مش حلو قوي، ممل، هو فيلم تجريبي ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه من حيث القصه والشخصيات. وفعلا انا اتفرجت عليه ولقيت حاجه زي كده تمام. الفيلم كله عباره عن لقطات كده مشوشه بستايل تصوير قديم كده، بحيث ان هو يدخلك في مود مرعب للحاجات الموجوده في البيت بتاع الطفلين دول. وبيبقى فيه شويه خضات وحاجات مخيفه وحاجات مرعبه بتحصل على مدار الفيلم، بتبقى حلوة يعني أنا حسيت إن الرعب في الفيلم ده كان حلو، وهو ده السنتر بتاعه بالظبط. لكن الفيلم نفسه برضو مش ممتع خالص. اضطريت حتى إن أنا وأنا بتفرج عليه أسكيب شوية حاجات كده، لأن فعلا قعدت فترة طويلة جدا مفيش أي حاجة بتحصل. كل اللي بيبقى فيه بس تصوير للبيت كله بلقطات مشوشة. فهو في هنا حاجة طموحة، في فكرة بتتحط في الموضوع ده، لكن هل في فيلم قوي بقصة وناريتيف وشخصيات؟ لأ، ما فيهوش أي حاجة من كده. وأنا اديته تقييم 3/10. اتفرجت معانا على فيلم أنيميشن اسمه The Amazing Works. طبعا ما أعتقدش إن في منكم سمعوا عنه أي، بس انا ابتديت ان انا ابقى عايز ادي فرص لشركات انيميشن تانية غير ديزني وبيكسار ودريم ووركس، لان بيبقى في كده شركات معينه بتبقى حلوه عامه في الانيميشن. فقلت ادي فرصه للفيلم ده، مع ان انا كنت داخل الصراحه مش متوقع منه اي حاجه، وبالفعل الفيلم ما كانش حلو قوي. كان في كاست ممتع لحد ما، والممثلين كانوا الكيمستري ما بينهم مع بعض في الفويس اكتنج، في الاداء الصوتي للشخصيات دي كان حلو. لكن الفيلم نفسه قديم قوي كده، تحس ان هو قصته اتهرست في حاجات كتير قوي معروفه، تحس ان هو حلقه كده من كرتون على التلفزيون، مش فيلم له قصه وفيلم قوي من حيث الشخصيات والحاجات دي. الانيميشن بالعافيه بيكون حلو يعني، مش بطال، بس برضو اللي هو مش لايق على الوقت اللي احنا فيه ده. يعني دي حاجات كنت اشوفها زمان، نوع من الانيميشن، لكن دلوقتي ما اعتقدش ان بقى فيه خالص من النوع ده من الانيميشن. في مساحة للتطور عن الشركة دي، شركة الإنتاج اللي صنع الفيلم ده، وكان ممكن إنه يكون أحسن. بس أنا الصراحة ما شفتش فيه أي حاجة جذبتني قوي، حسيت إن أنا ضيعت وقت الصراحة وأنا بتفرج عليه. وبرضه اتفرجت على فيلم امان كولد اوتو، اعتقد ان انتوا ممكن تكونوا سمعتوا عن الفيلم ده. الفيلم ده فيلم امريكي، بس بيكون ريميك او بيكون اعادة تصنيع لفيلم تاني اجنبي، مش عارف جنسيته ايه بالظبط. لكن بيكون واخد نفس القصة بممثلين طبعا امريكيين، وبيضيف عليه شوية حاجات كده واجندات امريكية والحاجات كلها اللي انتوا عارفينها. الفيلم مش بطال خالص على فكرة، الفيلم فعلا مشاعره دافية قوي. الأداء التمثيلي من توم هانكس برضو حلو جدا. أعتقد إن الشخصيات برضو تحبوها قوي أول ما تتفرجوا على الفيلم.
تحس الشخصيات دي ممتعة، أداء التمثيل محطوط فيها حلو، مكتوبة كويس لحد ما. ففي حاجات ممتعة تاخدوها من الفيلم ده فعلا، في كده حلو وممتع. لكن الفيلم برضو فيه مشاكل معينة، وهو ان هو متوقع قوي بعض الحاجات اللي فيه، بالنسبه لان هو زي ما قلت لكم مش فكره جديده، مش فكره معمول قبل كده. حتى لو هو متاخد ريميك من فيلم تاني، فهو اصلا الحاجه اللي في الفيلم انا حسيت ان انا عارف اللي هيحصل. بس الفيلم بسيط جدا وممتع جدا ودافي جدا. ما فيهوش شوت جان ويدنج لجينيفر لوبيز، انا برضو ما اعرفش اتفرجت ليه على الفيلم ده الصراحه. هو يعني اول كده لما تشوف البوستر بتاعه وتشوف التريلر تشوف اي حاجه ليه، هتبقى عارف ان ده فيلم مش حلو، هتبقى عارف ان ده فيلم ما فيهوش فكره قوي. هو فيلم ممتع الى حد ما. في شويه حاجات ممكن تضحكك من حيث الكوميديا على حسب بقى. ممكن برضو تلاقي الكوميديا فيه زفت جدا ما تعجبكش، يا اما ممكن تحبه ان هو ممتع فيه فكره جديده. هو بيتكلم عن الفرح ده عامه، اللي العريس والعروسه بيضطروا ان هم ينقذوا كل المعازيم من السطو المسلح اللي بيخش عليهم. فكرة ممتعة، ممكن تجيب مشاهد أكشن حلوة، لكن للأسف برضو أنا ما حسيتش إن أنا شفت ده في الفيلم. يعني أنا حاسس إن كان فيه أكتر ممكن يتعمل. أنا نفسي شايف إن أنا لو كنت بعمل مشاهد في الفيلم ده كنت هعمل حاجات أحسن، حاجات أقوى، حاجات فيها كوميديا أحسن من كده، حاجات فيها أكشن ممتع أكتر من كده. فهو فيلم ما يستاهلش الصراحة وقتكم قوي. في حاجات كده مستفزة. معانا فيلم ذا بيل بلو ايز لدي كريستيان بيل. انا اتكلمت عن الفيلم ده في فيديو مفصل بمراجعة لكل الحاجات اللي في الفيلم، هحط لكم في الديسكريبشن تتفرجوا عليه لو عايزين رأيي بشكل كامل عن الفيلم ده. بس الفيلم ده انا كده كده كنت مرتب ان انا هتفرج عليه عشان كريستيان بيل، عشان البادجت اللي فيه، عشان اوريدي الممثلين والكاست كلهم الموجودين في الفيلم كانوا حلوين. فانا حسيت ان الفيلم ده كان هيكون قوي، والفيلم فعلا عنده دوافع جدا، كان ممكن يبقى احسن من كده قوي. لكن اوريدي الفيلم يعني مش وحش خالص. الفيلم من حيث الاداء التمثيلي، من حيث الغموض اللي موجود عندنا، فهو فيلم فعلا يعني تتفرجوا عليه. كمان السينماتوجرافي حلو جدا، الانتاج عامه من حيث بناء العالم، بناء الاماكن اللي هم فيها، بناء الاجزاء اللي بيلبسوها، كل ده بيدخلك في المود وبيدخلك في انك كانك كده بتقرا روايه. المشكله مع الفيلم ان هو ممل بعض الاحيان. الحاجات اللي بتحصل في الغموض والقضيه اللي موجوده معانا اللي احنا بنحلها هنا مع الديتكتيف بتاع كريستيان بيل، بعض البلوت تويست ما انبسطتش منها، حسيت انها غريبه جدا. فيلم سيك برضو هو من الافلام اللي انا ما كنتش متوقع منه حاجه قوي. حاسس ان هو يبقى فيلم لو بادجت، هو فعلا فيلم لو بادجت كده. هيبقى فيلم فيه شويه حاجات هتبقى ممتعه، لكن مش هيبقى قوي قوي، مش قوي فيه حاجه. هو فيلم سيك، فيلم بيتكلم عن مجرم في فترة اندلاع فيروس الكورونا، بيعمل جرائم وفي أسباب ليها متعلقة بالفيروس عامة. فهو الموضوع كله أو الاختلاف اللي فيه إن هو بيبقى في الحقبة بتاعة الكورونا في حاجات وسيكونسز ليها علاقة بالموضوع ده، من الكاتب بتاع فيلم سكريم ومن المنتج بتاع فيلم ميجن. ففي حاجات قوية في الفيلم ده. هو الفيلم حلو قوي ممتع جدا، بس مش هقول لكم ان هو مختلف وجامد، لكن هو فيلم ممتع فعلا. انا ارجحه جدا وارجح انكم تتفرجوا عليه. لكن هو مش بيركز قوي على الشخصيات، مش بيركز قوي على الحاجات اللي هي من النوع ده، بس بيركز على الامتاع والمتعة بتاعت افلام السلاشر والرعب وكده. نيجي بقى للتقيل، معانا فيلم ميجن. فيلم ميجن اللي انا كنت مستمتعه جدا، كنت انتسبيتد ليه ومنتظره من السنه اللي فاتت. ممتع يا جماعه. هيبقى ممتع بالنسبه لفئات كتيره وفئات عمريه كتيره، وناس كتير جدا هتستمتع بيه. مش مثلا هو تارجت اودينس لناس معينه، فهو ممتع جدا في حاجات كتيره. هايلايت وبتكبر قوي عندها حس الفكاهه وحس السخافه بشكل كويس مش بشكل وحش، فبالتالي بتديك تجربه ممتعه جدا في السينما. فعلا فيلم حلو. في طبعا مشاكل كتيره، ان هو حاجات متوقعه، في مشاكل في الدايلوج والحاجات دي. كل الكلام ده انا كنت متوقعه من فيلم زي ده، فانا ما كنتش متفاجئ منه. وطبعا زي ما قلت لكم، حته ان هو كان ريتد بي جي 13 مش ار، كانت عامله مشكله شويه في مشاهد الرعب اللي فيه. لكن الفيلم اللي واخد المرتبه الاولى عندي هو ويمن توكينج. طبعا ويمن توكينج حصل على ترشيح للاوسكارز في افضل فيلم ل 2022، وهو المفروض فيلم
نزل السنة اللي فاتت في الفيستيفالز او المهرجانات بتاعة الافلام، لكن بالنسبة عامة بالنسبة للناس اللي بتروح السينمات بشكل طبيعي فهو منزلش غير في يناير 2023. فانا بالنسبة لي هعتبره فيلم يناير 2023، لكن تعرفوا اوريدي من ان هو ترشح للاوسكارز. فهو فيلم قوي جدا، فيلم حلو جدا، في اداء تمثيلي رائع، في شغل سينماتوجرافي وفيلم ميكنج قوي جدا. القصة بتاعته حلوة، ايقاع حكي القصة كان حلو فيه. المسلسل اللي نزل 1 يناير كان عامل ضجة بسبب ان فكرته ان هو تقدر تتفرج على الحلقات بأي ترتيب. نتفليكس هتحط لك الحلقات بترتيب مختلف عن مثلا صاحبك اللي عنده برضه اشتراك نتفليكس، فانتوا الاتنين هيبقى عندكم ترتيب مختلف، لكن النهاية واحدة وهي الحلقة الثامنة. المسلسل كده معناه ان هو حلو؟ لا، انا ما انبسطتش خالص من مسلسل الكلايبسكوب. اول حلقتين بالنسبة لي كانوا الحلقة والحلقة البرتقاني. هما دول اللي جولي في الترتيب اللي انا اتفرجت بيه. كانوا حلقتين حلوين جدا الصراحه، وانا برضو انا ما انبسطتش قوي في المسلسل. اول حلقتين اللي انا شفتهم كانوا حلوين جدا، بعد كده حسيت ان في حاجات بيتكلموا عنها انا مش مهتم بيها، يعني بيركزوا على حاجات معينه مش مهمه ملهاش اي لازمه للقصه. بعد كده الموضوع الترتيب ده بيجرح المسلسل على فكره. يعني هما عاملين ديزاين للمسلسل ان انت اي حلقه ممكن تبقى الحلقه الاولى، واي حلقه ممكن تبقى الحلقه التانية، واي حلقه ممكن فالموضوع غريب جدا على فكره، بيعمل تشتيت جدا للاحداث. وفعلا في حلقات تحس ان هو اتفرج ليه عليها وانا اصلا اوريدي عرفت ايه اللي هيحصل بعدها. يعني اتفرج على الحلقه مثلا الفلانيه والحلقه اللي قبلها جات لي ارسنال وانا عارف النتيجه بتاعت الحلقه اللي بعدها، عارف النتيجه بتاعت كذا وكذا وكذا. فالموضوع بيجرح المسلسل بشكل كبير. الشخصيات عامه حسيت ان هم مش مكتوبين بشكل كويس، الشخصيات بتعمل حاجات غريبه جدا. الاداء التمثيلي كان حلو، لكن الشخصيات عامه ما قدرتش ان انا احبهم. تفاعلاتهم مع بعض ما كانش في كده كيمياء ما بين الشخصيات، ما كانش في كيمياء ما بين الممثلين. بس دي كل الحاجات اللي اتفرجت عليها في شهر يناير 2023. الشهر كان حلو لحد ما، بس ما شفتش طبعا كل حاجة. في حاجات حلوة ما شفتهاش، في حاجات طبعا سيئة ما شفتهاش. بس دي الحاجات اللي انا شفتها، والشهر اديله كده 6 من 10 من حيث كل حاجة نزلت فيه عامة. اكتبوا لي انتوا في الكومنتات لو في حاجة حلوة نزلت الشهر ده عايزيني اتفرج عليها واتكلم عنها في فيديو تاني. واكتبوا لي في الكومنتات الحاجات اللي انتوا اتفرجتوا عليها في شهر يناير وعجبتكم ولا عجبتكمش، ايه ارائكم في الحاجات دي كلها. نفتح مناقشة كده في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وسلام.